إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن حفظ الله لقلبك ألا تعبده إلا بما يريد وبما شرع أعظم أنواع الحفظ. فاسأل الله أن يحفظ قلبك لتصل إليه عبر الطريق الذي يرضيه، لا الذي يبتدعه المبتدعة. لذلك أيضا من حفظ الله للدين أن يحفظك عند الموت، وآخر ساعة من ساعات الحياة يجتمع فيها كل معاني وعلم والخشية والحفظ والتوفيق والتسديد من الله للعبد. وكم من رجل أو امرأة في عند وفاته قل لا إله إلا الله، ما أقدر يا شيخ، أعوذ بالله من الغواء ونعوذ بالله من الردى، مع أنه إنسان قد لا يقولها ويكون من أهل الخير. ما يعني ذلك أنه إذا ما استطاع أن يقولها أن نحكم عليه بأنه مات على غير الإسلام، لا، فقد يكون من أهل التوحيد، لكن أحيانا يكون من معاصيه، ولأن الله ما حفظه في آخر ساعة في الحياة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فاسأل الله الحفظ. السؤال الآن، كيف يحفظك الله؟ أولا بدعائه، يا حفيظ احفظني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واسأل الله الثبات. أيضا أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فإن الله يرسل عليك من يحفظك. أيضا منها أن تكرم وفادة الملائكة. الملائكة العباد المكرمون الذين قال الله عنهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا تجعل في بيتك صنما، الصور المجسدة ولا المعلقة، ولا تجعل فيه كلبا أو غيره مما يطرد الملائكة، فإن البيت يكون وحشة. أكرم الملائكة. ولذلك بعضنا بجلسات محرمة معاصي، وين يجيك الملك هذا الذي جعله الله عليك حافظا؟ كيف يحفظك وأنت لا تحفظ الله؟ احفظ الله يحفظك. منها أيضا دعاء خروجك من المنزل، فبعضنا أحبابي ينسى عند الخروج أن يقول بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول لك الملك؟ هديت ووقيت وكفيت. محفوظ خلاص، ما أحد، لا شيطان إنسي ولا شيطان جني، قد حفظك الله، فلا تنسين ذلك. أيضا أذكار الصباح والمساء مما يحفظ الله بها العبد، وذلك بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس. بعد صلاة الفجر وقبل الغروب هو أفضل أوقات الذكر، وكلما ازداد ذكرك كان ذلك زيادة في حفظك. وإذا بغيت تشوف مستوى حفظك انظر إلى مستوى صلاتك وأذكارك، إذا كانت نقرا فالحفظ لك على المستوى هذا. فإذا أردت حفظ الله جل الله يحفظك الحفيظ سبحانه، فعليك بأن تحفظه بالذكر الذي يحفظك الله به. أيضا بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنها تحميك، فإنها تكفيك، فإنها تشفيك. ولذلك عندما يقول الإنسان ومن شر غاسق إذا وقب، إيش معناها؟ يعني يا ربي أعوذ بك، ألوذ بك، أنكسر بين يديك، أظهر ضعفي بين يديك من شر كل شر لا تراه عيني يدخل فيه. هذه أيها الأحباب بعضا من الحصون. ثم أختم فأقول ثمرات ذلك طمأنينة وتوحيد وسعادة. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين.